السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفات سهلة واقتصادية مع أميرة. أهلا بكل بنوتة وأهلا بكل ست بيت موجودة عندي في القناة. أهلا بيكي. النهاردة بقى هنعمل اللحمة بالبصل، حاجة كده يعني أنا مش عايزة أقولك، حاجة كده منتهى الجمال. هتعمليها ومنجزة وحلوة جدا، وممكن كمان تعيدي أي لحمة موجودة عندك بالطريقة دي، وكمان تستعملي الطريقة دي في الفراخ كمان. يعني مش في اللحمة بس، لا، ممكن كمان لو عندك فراخ مثلا موجودة عندك مثلا من قبلها بيوم ولا حاجة والعيال غضبانين عليها، ممكن تعمليها بالطريقة الحلوة دي. قبل اي حاجة كده تعالوا نصلي على النبي ونشوف عملنا الطريقة ازاي. اول حاجة كده هنسلق اللحمة سلق عادي خالص. يعني في كذا طريقة لسلق اللحمة. ممكن تغلي المية وتحطي اللحمة فيها بعد ما المية تغلي، بس انا ما بحبش بصراحة الطريقة دي خالص. احلى حاجة انك تشوحي اللحمة كده تديها لون ذهبي قبل ما تحطي المية عليها. بتحمري كده بتديها اللون الذهبي الحلو ده في اللحمة، بتشوحيها مع حبهان، ورق لورا، وبصلاية وجزراية. بتحبي تحطي طماطمية حطي، بس انا بحب الجزر والبصل بس، وشوية فلفل اسود، ويستحسن يكون فلفل حصى. يعني لو عندك فلفل اسود حصى يعني يكون احسن، علشان الفلفل الاسود لما بتكتري منه بيسود لي الشوربه. خلاص كده، اول اما بتلاقي اللحمه نزلت الميه كده ونشفت معايا، انا مش عايزه اي سوائل في الحله قبل ما احط الميه. عايزه الحله تكون ناشفه تماما علشان ما تسودليش الشوربه. المية بتاعتنا تكون مغلية، مش عايزة اي مية ساقعة او مية من الحنفية عموما تتحط على اللحمة بتاعتي. لازم تكون المية مغلية. لو حطيتي مية ساقعة بتبدأ ان هي تشد معاكي وبتغيب كمان في السوا. طيب اللحمة بتاعتي كبيرة كده وهتغيب في السوا معايا، حط لها نص معلقة سكر، هتساعد ان هي تخلي اللحمة تستوي معاكي بسرعة. خلاص كده، حطيت بقى في اخر 3/4 سوا شوية الملح. انا ما بحطش الملح في الاول لان برضو يعني بيغيب سوا اللحمة وكده. خلاص كده اللحمة دي كانت معايا 3/4 سوا. هبدأ ان انا احولها. ممكن اكيد يعني تخليها مستوية وتاكليها على كده، وممكن تعمليها ببصل زي ما انتي شايفة كده. جبت معلقة سمنة، ويستحسن ان هي تكون سمنة بلدي، وتحطي اللحمة بتاعتك. قبل ما تحطي البصل عليها بتكوني محمراها ومديالها لون حلو كده، وبعد كده بتقطعي بصلاية جوانح زي ما انت شايفة، وفص توم واحد. انا عايزة ريحة بس مش عايزة توم كتير في اللحمة. وبعد كده بتحطي ربع كوباية مية، وبتخليها تستوي الربع اللي فاضل. يعني زي ما انا قلتلك اللحمة دي يعني مستوية 3/4 سوا، ولسه لها شوية كده، فانا عايزاها تستوي مع البصل علشان يبدأ ان هو يتكرمل معايا. وحطيت البهارات، حطيت حبهان، ورق لورا، وحطيت عود قرفة وشوية ملح، وحطيت السبع بهارات او بهارات لحمة. اي بهارات انت حباها بتحطيها. بعد كده بقى بغطي عليها وبسيبها، يعني خلاص يعتبر استوت. انا ما بحطش الفلفل الالوان الا في الاخر خالص، علشان يفضل شكله موجود معايا وما يتهريش مني. يعني خلاص كانت استوت خلاص معايا. وقبل ما اطفي عليها بحوالي دقيقتين حطيت الفلفل الالوان. ممكن لو حابة تحطي طماطم عادي، عايزة تحطي فلفل حار زي ما انا حاطة. انا فضلت ان انا اسيب الفلفل الحار يعني كامل كده، علشان برضك الاكلة ما تبقاش حارة جدا عشان خاطر الاطفال. بجد كان طعمها حلو جدا. انا كده قلتلك ازاي تاخدي شوية شوربة حلوين من اللحمة، وفي نفس الوقت يعني تحولي اللحمة بتاعك ممكن لطاجن كمان. ممكن تحطي اللحمة دي في برام وتحطيها في الفرن لمدة 5 دقايق، برضو بتبقى حلوة جدا. زي ما انت شايفة كل الخضروات باينة فيها، علشان برضك ايه، يعني انا مش حابة ان الحاجة دي تكون مهرية كده، عايزة الخضروات بتاعتي تبقى باينة. اتمنى اي حد وصل معايا لحد هنا ما ينسينيش باشتراك حلو كده ويفعل الجرس، عشان كل وصفاتي توصل لكم اول باول، واحلى لايك كده واحلى كومنت. جربوا الوصفة دي حلوة جدا. لو عندك فراخ بايتة او لحمة كده موجودة حتتين ممكن تعمليهم، وممكن تقطعي اللحمة قطع صغيرة.
مع ألف ألف سلامة.